ما فيش دولة في العالم من أكبر الدول. يعني مصر عم يتبون، مصر ما فيش دولة في العالم حتى من أكبر الدول. أيوة، وأقوى الدول، وأقوى الدول، إذا أبسط الدول ولا واحدة بناء 3 ملايين و500 ألف سكنة في هذه البلاد. بالأقل وين أنت يا أبو حسن؟ 500 ألف 600 ألف سكن ريفي. لا أنت يا أبو حسن، الفلاحة نتاعنا تطلع. أيوة، والفلاحة مثل ما يقال لا خير في أمة لا تنفع تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تنسج. أيوة، نلتزم معاكم وحاسبوا. حاسبوا عمي تبو، شو بيلتزم معاكم وحاسبوا. أيوة، في نهاية 2025 بداية 2026 أيوة، ما نزيدش نستورد كيلو تاع قمح. الحمد لله. هذه الله يزيدكم يا عمي تبون. حقيقة سيكتفي ذاتيا بالقمح في عام 2026، لن نشتري ولا كيلو. يا أخي ليش أسلوب الخطاب هكذا؟ لماذا يتكلم كلام قهوة؟ يعني باستطاعته يا جماعة أن يقول من الخطط الحكومية المقبلة هو الاكتفاء الذاتي من القمح على 2025 2026، والحكومة لدينا تعمل على هذا. لماذا هذا كيلو ولا العالم بأسره كيلو؟ لماذا هذا الحركات التبونية الشوشعية يا عمي تبون؟ اخرط برك يا اخي، خرط وين بغيت يا عمي تبون، خرط لك. ايه خرط، احنا عادي. ايوه. هذا اللقطة ديال الجمهور، صادوا. شوفوا الجمهور قالوا يكبون، والجمهور يتفاعل ويصيح، لأنه إما أن هؤلاء عسكر وعسكريات عامل لهم، أو أن العدد كما رأيت هزيل جدا. والغريب أن عمي تبون قال تحياتنا للذين في الخارج والذي لم يكن له مكان في الداخل. عمل فيها زحمة، عمل فيها أنه بشكل زحمة والخط فاضي. قال تحياتنا للذين في خارج الذي لم يجدوا لهم مكان في الداخل. اللهم لا حسد أن الحاضرين عندي يا جماعة كم عنده 60، أنا قريب 10,000. كملوا 10,000 يا جماعة، كملوا 10,000، كبسوا عدسوا عشان توصل 10,000 بني آدم يراني الآن ومعظمهم من الجزائر ومن المغرب. وأحيي إخواني المتابعين الكرام في الجزائر. أنا عارف أن أنا قاعد أبرد قلوبكم في الكبيدة ديالكم، وأنا عارف أن أنا قاعد أفضح وأنتم ترتاحوا، لأنه واحد يستطيع أن يفكك هذا الخطاب التبوني. كي يصورهم من هنا، ايش اصلح بهنا بالله عليكم؟ أنا أجي أكلمكم هكذا يا جماعة، هاي ينفع أكلمكم هكذا؟ ينفع شايفين هاي قيمة هذا ولا لازم الوجه؟ أصوروا لي قفاهم،